بجد من احلى والذ الاطباق الاسيويه. السويت اند ساور بيف هنعمله مع بعض النهارده باسهل طريقه. معظمنا بيعشق الطبق ده وبيطلبوا دايما من المطاعم، مع ان طريقته سهله جدا. هنعمله وهنعمل كمان معاه الرز الابيض اللي بيتقدم جنبه. بس قبل ما نبدا مع بعض الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت حلو، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها وهي الصوص بتاع البيف بتاعنا. هنزل بيه كوبايه الا ربع من الميه، وربع كوبايه من الصويا صوص، ربع كوبايه من الكاتشب، معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخل، معلقه صغيره من النشا. وهنبدا نقلب المكونات كويس جدا لحد ما كلهم يختلطوا مع بعض والنشا تدوب كويس. وهبدا بقى ان انا اسيب الصوص ده على جنب ونروح للحمه بتاعتنا. انا هنا مستخدمه نص كيلو من اللحمه الشرايح، ومهم جدا ان انا اختار قطعيه لحمه تكون بتستوي كويس. انا هنا مستخدمه لحمه ستيك، والستيك من القطعيات اللي بتستوي بسرعه. هبدا بقى ان انا اتبلها بتتبيله بسيطه جدا، ربع معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من السكر. وابدا ان انا اقلبها كده بايديا علشان شرايح اللحمه تختلط مع التوابل. في طاسه على النار هنزل بشويه زيت، ولازم الزيت يسخن كويس جدا والطاسه بتاعتي تبقى سخنه جدا. وبعد كده انزل عليهم بشرايح اللحمه علشان اللحمه تاخد صدمه وما تنزلش ميه. هبدا ان انا اقلب اللحمه كده واشوحها لحد ما تاخد لون، وبعد كده هشيلها من الطاسه وهحطها في طبق كده على جنب. وفي نفس الطاسه هنزل بشويه زيت تانيين علشان اشوح الخضار اللي انا هستخدمه معايا في الوصفه. انا هنا مستخدمه فلفل الوان وفلفل اخضر، ومستخدمه كمان بصلايه صغيره وجزرايه صغيره، ومقطعاهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هديهم كده تشويحه مع الزيت، تشويحه بسيطه جدا. انا مش عايزاهم يستووا لان هم لسه هيكملوا سواهم في الصوص. وبعد كده هنزل بفصين من الثوم واديهم تشويحه مع الخضار زي ما انتوا شايفين. هلاقي كده الخضار دبل شويه، هبدا بقى ان انا انزل بالصوص اللي احنا عملناه. هوطي النار وهسيبه لمده 3-4 دقايق كده لحد ما الصوص يبدا يتقل معانا بالشكل ده. بعد كده هنزل بشرايح اللحمه واديهم برضو تقليبه كده علشان اللحمه تمتزج مع الخضار والصوص. وطبعا احنا مهديين النار جدا، وهنغطي عليها ونسيبها لمده 10 دقايق لحد ما تشرب طعم الصوص وتستوي معانا كويس. وكده اللحمه بتاعتنا هتكون جاهزه. هنروح بقى نعمل الرز اللي بيتقدم جنبها. في حله على النار هنزل بشويه زيت علشان يدوا لمعه حلوه للرز، وهنزل كمان بمعلقه صغيره من الزبده عشان تدي طعم حلو. اول بقى ما الزبده تسيح معايا هنزل بمعلقه كبيره من البصل المتقطع لمكعبات صغيره بالشكل ده، اديله تشويحه لحد ما يدبل. وبعد كده هنزل بنص كوبايه من البسله بالجزر، وانا هنا مستخدمه خضار فروزن. لو انتي هتستخدمي خضار عادي مش فروزن يبقى هتديله سلقه في ميه الاول قبل ما تبداي تعملي الرز. هدي بقى الخضار تشويحه مع البصل، وهنزل عليه بمعلقه صغيره من الملح. وبعد كده هنزل بكوبايه من الرز البسمتي، والرز البسمتي انا غسلاه كويس. وبعد كده نزلت عليه بميه مغليه. ضروري قوي ان الميه تكون مغليه علشان الرز يطلع مفلفل. هغطي الرز البسمتي بحوالي سنتي فوقيه. اول ما يشرب ميته ههدي النار عليه وهسيبه لحد ما يستوي. اثناء السوا لو حسيت ان هو ناشف معايا شويه ومحتاج شويه ميه هزود شويه ميه صغيرين، حوالي ربع فنجان كده، والميه لازم تكون مغليه. وبس كده الرز بتاعي استوى وبقى تمام وبقى مفلفل كده وحلو زي ما انتوا شايفين. وكمان اللحمه معايا دايبه في الصوص وطعمها خطير. وبجد بجد انا من عشاق الطبق ده، جربوه ومتاكده ان انتوا هتدمنوه وهتعملوه على الاقل مره في الاسبوع. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.